هذا الولد اسمه ريان من أهالي مدينة حجة ويسكن في أحد المخيمات في مدينة مارب. هذا الولد عمره 11 سنة، يعني بالعقل غير مؤهل للعمل، ولكن أخوه الكبير أجبره أنه يجي عنده من مدينة حجة إلى مدينة مارب، وألزمه كذلك أنه يداوم في هذا السوبر ماركت ويتحمل هذا العمل الشاق لحاله. وهذا الولد لأن عمره الصغير بيحتاج أنه يأكل بعض الأشياء من هذا المحل. في النهاية هو يتحمل كل هذه الأعمال الشاقة لحاله، والحلال حلال أخوه. فإذا شافه أخوه الكبير أكل بسكوته وأكل علبة عصير، تكون هذه الليلة بالنسبة لريان ليلة سوداء. أخوه الكبير إنسان مجرد من الرحمة ويقوم بمعاقبته على أتفه الأشياء. قبل يومين هذا الطفل كان يداوم في هذا المحل واحتاج أنه يأكل بعض الأشياء من المحل، ولكن أخوه كان له بالمرصاد وعاقبه أشد المعاقبة. المشاهد اللي صورتها كاميرات المراقبة جدا عنيفة. كان هذا الرجل يتعامل مع أخوه الصغير معاملة قبيحة جدا. وإذا حاب أنك تشاهد هذا الفيديو بنفسك فشاهده من هذا المكان اللي مكتوب أمامك. وإذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة وما تقدر تتحمل هذا المشاهد القاسية فما أنصحك تشاهده نهائيا. طبعا الجهات الأمنية في مدينة مارب كانت له بالمرصاد وقامت بإلقاء القبض على هذا المجرم، وبإذن الله سبحانه وتعالى يتم معاقبته في أقرب وقت. أما هذا الولد اللي اسمه ريان فهو الآن في أحد المستشفيات يتلقى الرعاية الصحية والرعاية النفسية.